عثمان، من ولاية نهر النيل، أنتمي لقبيلة الجعليين. تم اعتقالي بواسطة الأمن في يوم 6/3/2010 الميلادية، وحضر رجال الأمن والمباحث إلى المنزل في يوم 6/3/2010 يوم السبت الساعة 12 بالمساء، واقتادوني إلى مكان مجهول بعد أن عصبوا عيني، وتعرضت في ال10 أيام الأولى لضرب وعرض ضرب وجلد وتعذيب، وكانوا يربطون يدي ورجلي، وتعرضت لانتهاكات جسدية وتعذيب بالنار وبالسجاير في جسدي كما هو واضح أمامكم. وكان يتهمونني بأني قمت ومعي مجموعة من الشباب بمحاولة لنشر الفتنة وسط السودانيين وبإساءة الإسلام وعقيدة المسلمين. ثم بعد ذلك بعد 10 أيام تم ترحيلي من هذا المكان إلى مكان آخر استمريت فيه أكثر من 5 أشهر، من يوم 17/3/2010 وحتى يوم 23/8/2010. هذه الفترة كانت من أصعب الفترات التي مررت بها في حياتي قاطبة، فالتعذيب والضرب والجلد والحرق الذي وجدته في المعتقل لم يكن شيء بما وجدته في المكان الثاني الذي ذهبت إليه، حيث كنت في ذلك المكان في زنزانة تحت الأرض، وكنت محروم من رؤية أي إنسان أو أي شخص. وتعرضت في هذا المكان إلى انتهاك جسدي وعنف جنسي، وبالمعنى الواضح يعني حالات اغتصاب جماعي تفاوتت في فترات الزمنية. فكانت يوم 17/3 في نفس اليوم المساء الذي تم ترحيلي فيه، ثم كانت المرة الثانية في يوم 21/4، وكانت المرة الثالثة في يوم 19/5، وكانت المرة الرابعة في يوم 28/6. هذه الأفعال وهذه الجرائم يرتكبونها باسم الإسلام وباسم الدين، وتعرضت فيه للتحقيق وكثير من الأسئلة عن معرفتي بمنظمات أو بأفراد مشبوهين يعملون على توزيع منشورات وبيانات تشير إلى تحريف القرآن وإلى إساءة العقيدة الإسلامية وإلى محاولة لجذب الشباب إلى مجموعة تتبنى مواقف وبرامج إلحادية. وقالوا لي بأن هذه الجرائم هي عقوبتها الإعدام، وتعتبر هي من الجرائم التي لا يمكن لهم أن يتهاونوا فيها. ثم بعد ذلك كانوا يتحرون معي عن علاقتي بالتيارات اليسارية والتيارات الليبرالية وتنظيمات كتنظيم الحزب البعث وتنظيم
الحزب الشيوعي وتنظيم وتنظيم والتنظيمات يعني التي تحمل الفكر اليساري بصورة عامة، وكثير عن منظمات كمنظمة تسمى والريفيجن، أو بعض الوكالات كالوكالة النرويجية أو غيرها من المنظمات والوكالات العاملة في السودان في ذلك الوقت. وأيضا عن علاقتي بالجنوبيين أو ببعض الجنوبيين الذين هم يتهمون بالتنصير والتبشير وسط في الشمال قبل في الشمال. وهذا الكلام يعني كان قبل الانفصال بفترة، يعني في سنة 2010، والانفصال كان في سنة 2011. عموما كان، وأيضا يعني كان يدور محور التحقيق في في علاقاتي مع أصدقائي ومع أصحابي ومع زملائي في العمل الذي كنت أعمل فيه، حيث أنا كنت أعمل في شركة في السودان. كل هذا يحدث، هذه الأسئلة وهذا التحقيق لم يكن الغرض منه أصلا تحقيق، ولكن الغرض منه هو يعني كسر الإرادة وتلفيق الاتهامات التي لا مبرر لها. وأشد ما يؤلم الإنسان ليس الآلام الجسدية التي تصهر على البدن، ولكن ما تتركه تلك الآلام في النفس من أنواع العذاب الدخيل على المجتمع السوداني، والذي يعني لا يمكن أن يرتكب كما نعلم سودانيين مثل هذه الجرائم، لأن هؤلاء أعتقد أنهم تجردوا من الإنسانية وتجردوا من الهوية السودانية، وأصبحوا كالوحوش ينهشون في لحم الناس. وكل ذلك يعني يحدث وحدث معي، وربما أكثر. وأرجع مرة أخرى، حيث كان العذاب حتى يشعلون السيجارة وفي جسدك وتنطفئ، وقاموا حتى برسم هذا التعذيب كعلامة للصليب، بحجة بأنهم يصلبونني كما صلب كما يعتقدون بأن اليهود كما صلب اليهود السيد المسيح، ويريدون بذلك أن يقولون بأنهم هم حماة للدين، وأنهم خلفاء لله في الأرض، وأنهم يريدون أن يعيدوا أمجاد القرون الوسطى، ولا أدري أي أمجاد كانت في تلك القرون التي يتحدثون عنها. وكان هذا التعذيب في خلال الفترة الأولى 10 أيام التي قضيتها فيها هذا التعذيب البدني. حينما تم ترحيلي إلى المكان الثاني، لم أكن يعني في واحد لم يكن الإنسان يلبس ملابس، يعني كنت أكون مجردا من ملابسي تماما في تلك الزنزانة. وكانوا يأتون، وحينما يريدوا ويأتون ويأخذوك، ثم يبدو في أسئلة استفزازية ليس الغرض منها الأسئلة، لكن الغرض منها ثم ماذا بعد أن يسأل. كانوا بعد ذلك
يمسكونني ويضربونني، ويفعلون ما ما يفعلونه يعني. لم يكن فرد حتى تقاومه فردا، يكونون ثلاثة ويكونون أربعة، وكل ذلك يعني يحدث. ثم بعد أن يلغون بك مرة أخرى إلى زنزانة، وتنقطع عنك الأخبار وينقطع عنك الحديث وينقطع عنك الناس، لا تشاهد أحد ولا أحد تسمع بأحد. يأتون ويلقون إليك بوجبة في اليوم تتكون حتى يعني من وجبة فول، هي في اليوم كله يعطونك وجبة واحدة أو سندوتشات لا أعرف من أين يأتون بها. ولا ثم يمر شهر ويأتون مرة أخرى للتحقيق، ويأتي التحقيق ويكون فيه نفس الأسلوب الذي كان يطبق في الجلسة السابقة من ضرب وأسئلة استفزازية وشتم وسب بألفاظ بذيئة، ثم بعد ذلك يرتكبون جريمتهم هذه. هذه هي الست شهور مضت علي في هذا المكان. في هذا المكان في يوم 22 أتوا و لا يعني أدخل لي ملابس فألبسها، فخرجت وقال لي غدا سنخرجك ونرجو أن تكون قد تأدبت، وأن تكون قد تبت إلى الله، وأن تعلم أننا خلفك كظلك، وإذا تحدثت عن هذا أو عن أي أمر أو عن أي شيء نستطيع أن نقوم بنشر كل الفيديو الذي كانوا يصورونه أثناء عمليات الاغتصاب، سيقوم بنشرها وستكون فضيحتك كبيرة جدا جدا. وبعد ذلك لن أحد يعني يستمع إليك أو أن يتحدث معك. هذه هي باختصار يعني بعض ما تعرضت له في السجن غرابة 6 شهور، ابتداء من يوم 6/3/2010 مرورا بكل تلك الشهور حتى تم إخراجي يوم 23/8/2010 ميلادية.